بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. حبايب قلبي الجمال المسكرين العسل، عاملين ايه؟ بصوا يا قلبي، احنا النهارده عملنا الاكله بتاعت الزمن الجميل، البصاره. بصوا البصاره وجمالها، بصوا الحلاوه بتاعتها، ولا شويه البصل المقرمش الجميل بالخلطه، ولا البتنجان والفلفل والطماطم التحفه. ايه رايكم؟ ايه رأيكم في الأكلة بتاعتنا النهاردة السهلة البسيطة دي، وأكلة الزمن الجميل، الأكلة الشعبية الحلوة؟ هنقول يلا بينا، هنخش على مطبخ عبير وماما على اليوتيوب، وهنخش على مطبخ عبير على الفيس، ونشوف أحلى أكلة بصارة اتعملت ازاي بطريقة سهلة وبسيطة. ويلا بينا على المطبخ، يبقى يلا بينا على مطبخ عبير وماما على اليوتيوب ومطبخ عبير على الفيس. يلا بينا على المطبخ. حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بهنا وسعادة وتكونوا في أحسن حال يا رب العالمين. بصوا بقى يا قلبي، احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل بصارة. ماشي. هبسط لكم الطريقة قوي عشان تكون سهلة وبسيطة، وفي ناس بتكبر الموضوع قوي. ماشي، لا احنا عايزينها تكون سهلة وبسيطة وتكون كل حاجة حلوة. بصوا، انا معايا هنا نص كيلو فول من اللي هو المدشوش ده، غسلته كويس ونقعته حبة كده في المية وشطفته كويس جدا لحد ما خليت المية بقت حلوة كده. ماشي. هنا معايا بصلاية كبيرة مع معلقة توم كبيرة، هناخدها هنحطها بنفس الحال كده. بس حاجه دي فيها حاجه ما فيهاش اي حاجه خالص، اهي بالمنظر ده كده. ماشي. الخضره هنا يا جماعه مش هنحطها دلوقتي، الخضره هنحطها امتى؟ اول ما دي تستوي كويس جدا، ويعني ناقص لها مثلا دقيقتين تلاتة كده وتنزليها من على النار زي ما انتوا شايفين كده. اروح اعمل ايه؟ احط الخضره، ومع الخضره احط هنا دي البهارات اللي عندي. شوية 7 بهارات، على الملح، على شوية كمون، على شوية كزبرة ونقطة فلفل، واحدة مرقة. بس مفيش اكتر من الحاجات دي تحطيها. بس برضو هنحط امتى؟ هنحطها هنا كده اول ما تستوي، يعني خلاص انت هتقفلي، حطي البهارات واقفلي. وهنا بقى انا جايبه بتنجان عشان هنخلله مع بعض، وطماطم برضو هخللها، وهوريكم الحلاوه والجمال. احنا دلوقتي هنحطها على النار، وفي وقت لما نحط الخضره واحط التوابل هوريها لكم. خلاص كده سهله وبسيطه، ما فيهاش شغل، سهله جدا جدا البصاره، بطريقه بسيطه قوي قوي قوي. خلاص مع بعض بقى، نرجع نكمل تاني وهوريكم اول ما تستوي. بصوا بقى يا قلبي، هنا بحمر البتنجان. ماشي، وادي البصاره اهي. وهنيجي هنا بقى ادحنا كده اهو، ادحنا في الزيت، واحنا حطينا ايه؟ اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. البصله زي ما انتم شايفين كده اهي. البصله دي بتبتدي انها بتدبل، بنحط حته تومه صغيره معاها، وعلى شويه ملح وكزبره ناشفه بس. وبعد ما بتتعمل خالص وتنشف زي بتاعه الكشري، بصفيها في قلب، بشيل في قلب طبق وبسيب شويه، احطهم على اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، على البصاره. ماشي. وهنا بقى ادي البتنجان خلاص كده اهو. اهو بصوا، شايفين؟ اهو اطلعه بقى هنا، وهنا تغلي بقى اهي وتكمل سواها زي ما انتم شايفين اهو. اهو بصوا بس. وهنا كده البصله كله كده مع بعض في وقت واحد. ماشي مع بعض برضو هوريكم كل حاجه حلوه. بصوا بقى يا قلبي، انا حطيت هنا اهي حته معلقه تومه كبيره اهي، معلقه توم كبيره مع البصل. شايفين؟ بتهيألي لحد دلوقتي كده الطريقه سهله وبسيطه وكل حاجه بسيطه جدا، اي حد يعرف يعملها، اي حد نفسه فيها بنفس الطريقه دي هتعمل كل حاجه حلوه ان شاء الله. ماشي. هي بقى تومه كده تصفر وكله يتظبط مع بعض، هوريهولكم. هحط معلقه من الكزبره الناشفه، معلقه من الكزبره الناشفه عليها. ماشي. على التومه كده وعلى البصل. خلاص مع بعض، وهنرجع تاني واوريكم الحاجات الحلوه، اسهل طريقه لعدم لعمل البصاره. ماشي يا قلبي، مع بعض كده اوريكم الحلاوه كلها. بصوا يا قلبي، هنا بحط ايه؟ شويه ملح كده صغيره قوي قوي قوي، ما اقلبهاش واسيبها. خلاص نرجع هنا بقى. خلاص اهي يعتبر استوت. هحط البهارات كده، بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي كده يا جماعه عليه الصلاه والسلام. وادي الخضره بس اهي، تاخد كده غلوتين. انا بحط ليه بقى الخضره دلوقتي؟ عشان ما تسودش قوي، تبقى خضره وجميله.
وبحط البهارات ليه؟ عشان ما تكلكعش معاكي، البهارات علشان ما تكلكعش معاكي، والخضره ما تسودش قوي، تبقى خضره كده وتبقى شكلها حلو. اهي شايفين؟ تاخد بقى غلوتين كده بقلب الخضره، واطفي عليها تبرد. هعمل اضربها في الخلاط. حطيت يا حبيبتي. اضربها في الخلاط كويس قوي قوي، واروح اصفيها وناخدها غلوه وهوريها لكم. وهنا اهي البصل اهو زي ما انتم شايفين كده. نقلب بقى اهي، بس هتحمر بس سيكه صغيره كده، وهصفيها. هشيل شويه بصل عشان اللي حطهم على الوش، والباقي هنحطه على الخلطه. خلاص كده. يبقى هنا هضربها وهرجع لكم تاني بعد ما اضربها واصفيها وتكون بردت شويه. ماشي مع بعض بقى. بصوا حبايب قلبي، اهي البصاره خلاص خلصت، تاخد بس غلوه اهي. واحط عليها بقى بقيه حته صغيره كده اهو من قلب الزيت. شايفين الزيت اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، بشويه البصل بشويه الحاجات دي. تاخد غلوه بقى تبرد، اعبيها كده واوريكم بقى ايه الحلاوه بتاعتها وطعمها. ماشي، خليكم بقى معايا. يعني اقول ايه رايكم؟ بس بيتهيالي رايكم يعني زي السكر وزي العسل زيكم. ايه رايكم في الجمال وايه رايكم في الحلاوه؟ ها، حلو. ويا رب يا رب. بصوا يعني انا بقدم لكم الحاجه بتكون سهله وبسيطه كده، وببسطها لكم عشان اي حد يعرف يعمل كل حاجه نفسه فيها. ادي البصاره جميله اهيت ومعاكم. وبصوا الجمال، بصوا طبق البصاره وجماله، ولا البصل بالخلطه؟ ايه رايكم؟ ايه رايكم في الجمال ده؟ ولا طبق البتنجان بالطماطم بالفلفل؟ وده بصل زياده عشان اللي حابب يحط او اللي حابب ياخد. وملحوظه بقى يا جماعه، بصوا احنا بنعمل ايه بقى هنا. احنا زي ما انتم شايفين، بصوا التقل بتاعها، بصوا بردت وبقت حلوه ازاي. احنا هنا يا جماعه كده بنعمل ايه؟ اما باجي باخد على القد، في قلب مثلا طبق، في قلب اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، في طاسه، ان احنا نسخنها ونحط وتبرد، ونحط عليها من البصل ده على الوش اكنك لسه عاملاه. كنا زمان بنعمل ايه؟ بنعملها كنا بنغرف في طبق واحد، يعني بنغرف في كذا طبق وتسيبيها بتبقى وحشه. انما لما بتحطي زي على قد ما انت هتاكلي، واحده واحده كده، بيبقى جميل وطعمه حلو قوي. يا رب ان شاء الله تكون الوصفه سهله وبسيطه وتكون عجبتكم النهارده. ويا رب دايما نشوفكم في الخير والهنا والسعاده. ونقول لكم ما تنسوش اللايكات وكلامكم الحلو لمطبخ عبير وماما على اليوتيوب ومطبخ عبير على الفيس. واتمنى لكم السعاده، واتمنى لكم كل حاجه حلوه، ويا رب تتبسطوا مننا، ويكون كل اكلنا وكل وصفاتنا تكون سهله وبسيطه ليكم. نشوفكم على خير، ونشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.